تتوسل القاضي لسجن ابنها في جلسة محاكمته، فما القصة؟ القضية جرت بمحكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، وتعود لأم وهي تتوسل للقاضي في الجلسة بوضع ابنها في المؤسسة العقابية بعد اكتشافها تعاطيه للمخدرات. والدة المتهم استنجدت بالقاضي والدموع في عينيها، مطالبة إياه بتركه في المؤسسة العقابية ل6 أشهر فقط، مرددة عبارة بهداوي خفت يموت من المخدرات. مجريات المحاكمة كشفت أن الأم هي من تقدمت بشكوى رسمية ضد ابنها بعد ما تعرض مسكنها العائلي للتحطيم وانكسار الأغراض المنزلية. الضحية قالت أيضاً أنها عثرت على محادثات واتصالات بهاتف ابنها وتواصله مع أصدقائه المتاجرين بالمخدرات لتثبت أنه يعاني من إدمان المخدرات من نوع تشوشنا. في نهاية الجلسة وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 6 أشهر حبساً نافذاً في حق